هل الموظف يقدر يشتغل من أي مكان بأمان؟ الVDI هو الحل. في الفيديو ده VMware Horizon هو البطل. اكتب لي جاهز لو عندك شغل محتاج مرونة حقيقية. الموظفين بيشتغلوا من البيت أو من الفرع وبيستخدموا داتا الشركة. من غير VDI الداتا بتبقى معرضة للسرقة والبرودكتيفيتي بتقل والسكيورتي بتبقى ضعيفة. عمرك سألت نفسك لو الريموت وورك بقى سهل وبسيط فعلا الدنيا هتبقى عاملة ازاي؟ بعد استحواذ هورايزون ومنسا اتغير وبقى بيرسم مستقبل الديجيتال ورك سبيس. ومنسا كملت رؤية VMware وركزت أكتر على الساس فيرست بلاتفورمز وعلى AI انهانسد سولوشنز. في مصر كمان شركات كتير بتعيد التفكير في الهايبرد وورك بعد حلول هورايزون. تابعني لأن اللي جاي هنتكلم فيه عن الساس كنترول بلين والاوتوميشن اللي بيغيروا اللعبة. هورايزون بيقدم ديجيتال امبلوي اكسبيرينس يخلي الموظفين يشتغلوا بأمان من أي مكان، من البنوك للمدارس. هورايزون بيأمن السنسيتيف داتا ويلتزم بالكومبلاينس العالمي، بيخلي إدارة الأجهزة أسهل من كونسول واحد. تقدر توصل ويندوز ولينكس ديسكتوب وكمان ابس سواء ساس او اون بريم، وده معناه ان عندك كلاود فلكسبيليتي تختار اللي يناسبك. الفصل اللي جاي هيوريك ازاي هورايزون بيخدم على قطاعات مختلفه. انا عمرو جمال وساعدت شركات تخلي الموظفين يشتغلوا من اي مكان بامان. VMware هورايزون وفر كل ده بدون ما نضحي بالاداء، وندعو لاخواتنا في غزه ان ربنا يثبتهم وينصرهم ويصبرهم. قال تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تخيل لو اداره الVDI تاخد دقايق مش ساعات. هورايزون بيخلي ده حقيقي بالساس كنترول بلين. اكتر من 90% من IT ليدرز شايفين ان الكومبلاينس اولويه قصوى، وهورايزون بيقدم ادفانسد داتا بروتكشن. من كونسول واحد تقدر تدير الابس، الديسكتوب وسياسات المستخدمين كلها. انستنت كلون تكنولوجي بتقلل وقت تسجيل الدخول لحتى 2% اسرع. استناني في اللي جاي، هنشوف مقارنة مع هورايزون وسيتريكس ومايكروسوفت WVD. هل الموظف ممكن يشتغل من أي حتة بأمان؟ هل الجهاز اللي بيستخدمه متحكم فيه؟ هل البيانات بتبقى على السيرفر مش على الجهاز؟ لو لا، فكل جهاز متصل هو نقطة اختراق محتملة. في القطاع الصحي في مصر المستشفيات بتستخدم هورايزون عشان تأمن بيانات المرضى وتفعل الريموت كونسلتيشنز. البنوك كمان بيعتمدوا على هورايزون VDI علشان يحققوا الكومبلاينس ويوفروا برودكتيفيتي للموظفين. اما في قطاع الريتيل فالموضوع بقى اسهل في اداره الفروع وتشغيل الاستاف بكفاءه. خليك متابع علشان نكمل انسايتس موثوقه عن منسا هورايزون. سيتريكس قوي، لكن هورايزون اسهل في الاداره مع ساس مانجمنت احسن وتكامل اقوى مع الكلاود بلاتفورمز. مايكروسوفت WVD مناسب للي شغالين بس على اجور، انما هورايزون بيدي حريه للهايبريد والمالتي كلاود حقيقيه. الفقره اللي جايه هندخل على الاسعار والاصدارات المختلفه. شركه هندسيه وزعت موظفيها في 3 دول. وفر الVMware هورايزون بيئه عمل مركزيه وامنه، وساهم في تقليل وقت الاعداد للموظف الجديد من 3 ايام الى 4 ساعات. كل جهاز ممكن يتحول لمكتب افتراضي امن ومراقب. VMware هورايزون بيخلي المستخدم يدخل من اي مكان على بيئه العمل بتاعتك من غير ما يسيب أي بيانات على جهازه. استثمارك هنا في المرونة وتقليل الأعطال وتحكم كامل في التطبيقات والتحديثات. تابع معايا لأن في الجزء اللي جاي هوضح لك الخطة الأنسب حسب عدد الموظفين ونوع الأجهزة. هورايزون عنده خطط متنوعة بتناسب التيمز الصغيرة لحد الانتربرايز كامل. تقدر تختار ساس هورايزون كلاود أو اون بريميس هورايزون 8 حسب احتياج البيزنس. هورايزون كلاود اون اجور مناسب اكتر للشركات اللي استثماراتها كلها على اجور. هورايزون يونيفرسال بيدي بريميوم ساس بخدمات مالتي كلاود وامان متقدم ومثالي للشركات الكبيره. هورايزون ابس يونيفرسال هايبرد ساس للابس مع انتربرايز جريد مانجمنت. هورايزون ابس ستاندرد خطه بسيطه للابس مناسب للسمول ديبلويمنتس. اب فوليومز اديشنز من اسينشالز لحد يونيفرسال بتغطي اداره الابلكيشنز بشكل مرن. الاسعار عالميا بتبدا من $4.67 لحد $12.5 لكل يوزر شهريا. في مصر بارتنرز محليين بيقدموا اسعار وخطط مناسبه اكتر للسوق. وانا كعمرو مش مجرد صانع محتوى، انا شغال في السوق ده من 15 سنه وبساعد شركات حقيقيه كل يوم، وده السبب اللي خلاني اعمل الفيديو ده ليك انت عشان تاخد قرار وانت مطمن.
اعمل لايك لو حابب تشكرني. المحتوى ده قيم وهام للناس اللي في المجال بتاعنا، فلو عارف حد هيستفاد خليك كريم وابعت له الفيديو. لو محتاج استشارة مجانية الناس اللي مش معاها موبايلي، ادخل على موقعي techwithamro.com او ابعت لي على الايميل info@techwithamro.com. المرونة مش بس VPN، لازم VDI. اكتب لي في الكومنتات مرن، واستنى الفيديو اللي جاي عن البروجكت مانجمنت مع جيرا.